قد تعتقد ان بين من غير الاومنيتريكس هو انسان طبيعي عادي جدا، بس يؤسفنا اقول لك لا خالص. ايه هو مقدار قوه بين من غير الاومنيتريكس؟ كان قادر انه يدخل في قتال متساوي مع سيميون اللي هو واحد من فصيله السبايدر مانكي. اي نعم مش معروف قوته قد ايه مقارنه بسبايدر مانكي الاومنيتريكس، بس برضه مش هيقل عنه كتير قوي. ومن ناحيه قدره التحمل فهو فعليا تحمل لكمات من الفليم كيبر اللي بيك تشيل نفسه كان بيتالم منهم. اي نعم الحاله مختلفه، بس قوه تحمل بين مش قليله نهائيا. ولو ما تعرفش فبين عنده ذاكره فوتوغرافيه، بيقدر يفتكر اي حاجه شافها حتى لو شافها مره واحده بس. وغير كده فلو نسيت ان في اخر التيميت الين بين كان معاه سيف اسكالون، السيف اللي قادر انه يدمر كواكب. ومش كده وبس، ففي المستقبل التيميت بين هيقدر يستخدم جينات الاينودايت اللي جواه، ويستخدم المانا زيه زي جوين كمان. وده معناه ان بين نفسه في المستقبل هيقدر انه يعمل كده هو كمان. غير طبعا المارك 10 عربيه بين، واللي هي اسرع تاني عربيه في العالم بعد عربيه كيفن. ومع كل دول بقى في جهاز اسمه بوتس التاير، جهاز من اجهزه الجالفينز بيضاعف القوه 10 اضعاف. والمفاجاه بقى ان في نسخه من الجهاز ده مع بين وبس.